الدوري المصري اتلغى يا جدعان، الدوري المصري اتلغى يا جدعان. عاجل ورسميا كابتن حسام حسن واتحاد الكرة المصري دلوقتي حالا بيقرروا قرار هيقلب الدنيا كلها وهيخرب الدوري المصري كله وهيخرب مصر كلها. الغاء الدوري المصري رسميا. وتعالوا شوفوا القصه كامله يا جماعه. مبدئيا كده كابتن حسام حسن كان في اجتماع دلوقتي حالا مع اتحاد الكرة يعني اتحاد الكوره بيسال كابتن حسام حسن هنعمل ايه في ضغط المباريات علشان يعني منتخب مصر، يعني في لعيبه كتيره جدا بتلعب في المنتخب بتتصاب قبل كاس العالم اللي جاي. فكابتن حسام حسن اقترح عليهم قال لهم طب ما نلغي الدوري المصري علشان اللعيبه كلها تكون جاهزه لكاس العالم. قالوا له فكره حلوه جدا يا كابتن حسام، بس احنا عندنا نقطه واحده بس، ان احنا لازم نسال الانديه كلها يعني ايه رايكم نلغي الدوري المصري. وبالفعل يا جماعه اتحاد الكوره تواصل مع جميع الانديه، وده كان رد ال 21 نادي صدمه حرفيا. اول نادي النادي الاهلي، وهو النادي الاهلي رفض الغاء الدوري. تاني نادي بيراميدز رفض الغاء الدوري. تالت نادي سيراميكا رفض الغاء الدوري. رابع نادي المصري رفض الغاء الدوري. خامس نادي سموحه رفض الغاء الدوري. سادس نادي البنك الاهلي رفض الغاء الدوري. سابع نادي زد رفض الغاء الدوري. تامن نادي انبي رفض الغاء الدوري. تاسع نادي وادي دجله رفض الغاء الدوري. يعني كده 9 رفضوا الغاء الدوري. نيجي بقى للكارثه حرفيا يا جماعه. اتصلوا بنادي الزمالك قال لهم انا موافق على الغاء الدوري، ده انتوا كده يعني جيتوا لي من السما علشان انا مفيش ماديات عندي ومش مش قادر ادفع للعيبه ومش قادر ادفع انتقالات وسفر من هنا لهنا. فبجد يعني شكرا ان انتوا تلغوا الدوري. وبالفعل نادي الزمالك وافق على الغاء الدوري، والاسماعيلي طبعا ما صدق ووافق على الغاء الدوري، والاتحاد السكندري ما صدق ووافق على الغاء الدوري، ومودرن سبورت وافق على الغاء الدوري، وكمان الجونه وافق على الغاء الدوري، طلائع الجيش وافق على الغاء الدوري، حرس الحدود وافق على الغاء الدوري، فاركو وافق على الغاء الدوري، المقاولون العرب وافق على الغاء الدوري، غزل المحله وافق على الغاء الدوري، كهرباء الاسماعيليه وافق على الغاء الدوري. يا جماعه يعني كده عندنا 9 انديه رفضوا الغاء الدوري، والاغلبيه 12 نادي وافقوا على الغاء الدوري. يعني كده رسميا يا جماعه اتحاد الكرة المصري وكابتن حسام حسن في خلال ساعات هياخدوا اجراء الغاء مسابقة الدوري المصري، والنادي الاهلي وبيراميدز هيشاركوا في دوري ابطال افريقيا، ونادي الزمالك والمصري البورسعيدي او سيراميكا كليوباترا هيشاركوا في الكونفدراليه المصريه. يا جماعه ودي بجد بجد كارثه حرفيا، عشان انت بتظلم الانديه كلها وبتظلم يعني سيراميكا متصدر الدوري انت كده بتظلمه. لو لعب كونفدراليه ممكن يلعب على الاقل دوري ابطال. يعني بجد بجد يعني الواحد مش عارف يقول لكم ايه قسما بالله. كل الناس يقولوا في الكومنتات يا جماعه مع او ضد الغاء الدوري المصري.